السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. يا ريت بقى تقولوا لي فطرتوا ايه النهارده. تعالوا بقى نعمل الفطار مع بعض ونسمي بسم الله ونصلي على حبيبنا الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وطلعت بقى ايه كيس كنافه من اللي انا كنت مفرزاه معاكم في الفريزر. طلعته كده، قلت بقى ايه افركه فركتين كده وهو لسه طالع من الفريزر ونشتغل بيه. عايزه اقول لك بقى ان الحاجه اللي انت بتحطيها في الفريزر بتنفعك كتير وبتسهل عليك. بدل ما اروح اقف على طابور الكنافه دلوقتي وهي زحمه موت، الكنافه القطايف بحب اعملها في البيت، انما كنافه بشتريها من بره، فانا كنت شاريها بدري وحطيتها في الفريزر فريحتني كتير. ابتديت بقى افركها وهي متلجه كده، وبعد ما خلصتها حطيت عليها معلقتين من السكر الناعم. طبعا احنا طحنين السكر ده عشان ايه؟ نعمل نواعم العيد بقى، كل سنه وانتم طيبين. وابتديت اقلب الكنافه بتاعتي تقليبه حلوه كده. بعد كده جبت بقى ايه سمنه بلدي، بس هي غامقه في اللون، لان انا لما جيت اسيحها غمقتها بصراحه، مش هكدب عليكم يعني، فعشان كده اللون بتاعها غامق. المهم بقى ايه، سيبكوا بقى من السمنه اللي اتحرقت، يلا عوضنا على الله. هنبتدي نسمي بسم الله ونقلب بقى السمنه بتاعتنا كده مع الكنافه تقليبه حلوه كده، نخلي كل الكنافه مسقيه بالسمنه. وبعد كده باخد بقى ايه شويه من السمنه احطهم في ارضيه الصينيه كده، وابتدي ارص الايه الكنافه بتاعتي. طبعا انا ما بحشيهاش لان ولادي عندي مش بيحبوا الحشوه جوه الايه، جوه الكنافه. انا بحبها محشيه اي حاجه، محشيه كريمه، محشيه مكسرات، محشيه شويه جوز الهند على زبيب، اي حاجه. فالمهم بقى انا هعمل صينيه الكنافه دي ساده، وابتديت اسويها بالشكل ده كده. وطبعا لما بتكون متكسره كويس بتتسوى معاكي بمنتهى السهوله. ابتديت اسويها بايدي، وبعد كده هجيب بقى الايه الصينيه واكبس عليها كبسه حلوه كده عشان ايه تطلع معايا مظبوطه. بعد ما سويتها بقى بالشكل ده، هنبتدي بقى نجيب الصينيه ونضغط عليها ضغطتين تلاتة كده من ايه من فوق عشان تبقى مضغوطه. لو وصلت معايا لغايه هنا ما تنسينيش بدعوه حلوه ولايك حلو من ايديك. بعد في الوقت ده بقى انا مشغله الفرن على درجه حراره 180، هحطها في الفرن، واول بقى ما تلون من تحت ابتدي ايه اقلبها عشان تلون من ايه من فوق. وكده خلصت معانا صينيه الكنافه. نبتدي بقى نعمل لهم شويه عصير. عندي هنا ايه شويه جوافه كانوا في الفريزر من الحاجات برضو اللي انا مفرزاها معاكم. ونبتدي بقى ايه نعملها بشويه لبن. هحط عليها كوبايتين من اللبن زائد كوبايه من الميه عشان ما تبقاش دسمه على الايه على الفطار. واحط لها بقى كميه السكر، تحطي كميه السكر اللي انت عايزاه، واضربها بقى ايه ضربا مبرحا. بعد ما ضربتها بقى في الخلاط هنبتدي بقى نصفيها، لان انا لما كنت مفرزاها ببذرها، بس بصراحه لما بتتفرز من غير البذر بتبقى اسهل كتير. جبت لها بقى مصفى ضيقه بالشكل ده، وفي نفس الوقت مصفى ايه تيجي على قد الشفشق، فغلبتني شويه زي ما انتم شايفين كده عشان اصفيها. وبعد ما صفيتها هحطها بقى في التلاجة تسقع كده وتبقى حلوة ساعة الفطار. في الوقت ده كانت صينية الكنافة استوت معانا، وده الشربات اللي احنا مفرزينه مع بعض. عايزه اقولك ان الحاجات مفرزينه ايه، لا ده مش لحوم، ده شربات اللي احنا مجهزينه مع بعض. عايزه اقولك ان الحاجات اللي احنا بنجهزها قبل رمضان فعلا فعلا بتفرق معاكي في الشهر الكريم بامانه. يعني كل حاجه انا مفرزاها معاكي وعيناها معاكي مجهزاها معاكي بستخدمها معاكي طول الشهر زي ما انتم شايفين كده. ادي صينيه الكنافه اسهل منها ما فيش اتعملت، وحطيتها في طبق التقديم وسايباها تبرد لساعه الايه لساعه الفطار. يلا بينا بقى نعمل الفطار بتاعنا اللي ولادي حيروني هتفطروا ايه هتفطروا ايه، ما حدش كان بيجاوبني، فقلت بقى انا هفكر من نفسي. وقلت بقى اعمل لهم كشري مصر النهارده وما فيش حد بيعترض عليه. اول حاجه بقى عملتها حمرت بقى بصلايه كده. واهم تكايه في الكشري المصري عشان يطلع معاكي حلو ان انت تاخدي الزيت اللي انت محمره فيه البصل وتستعمليه في كل حاجه بقى هتطبخي بيها. اول حاجه خدت بقى شويه من الزيت بتاع البصل اللي احنا محمرينه للكشري. ابتديت بقى انزل بشويه شعريه حلوين كده، احمصهم بقى كده تحميصه حلوه لغايه اللون بتاعهم الذهبي ما يظهر. وعندي هنا العدس بجبه ولعت عليه وحطيت عليه شويه من زيت البصل اللي انتوا شفتوه، وحطيت عليه شويه ملح وشويه كمون وسبته يستوي. وادي الشعريه عندنا بتتحمر لغايه ما وصلت للون المطلوب. هنبتدي ننزل عليها بنص كوبايه من العدس الاصفر ونص كوبايه من الرز، ونبتدي نقلبهم. انا بحب الكشري اللي بيتعمل في حلل، ما بحبش الكشري اللي بيتعمل في حله واحده. حتى احنا لما بنروح ناكل كشري من بره بيبقى ايه الكشري بتاع بره كل حاجه معموله لوحديها.
وعلى فكرة ده بيبقى طعم وده طعم مختلف خالص. ابتديت برضو اخد شوية من زيت البصل كده، حمرت فيهم بصلاية كبيرة زائد 5 6 فصوص من التوم، وادي الرز عندنا بشعرية. طبعا كله بقى ايه بيستوي مع بعضه عشان يبقى جاهز قبل الفطار. هنرجع بقى للبصلة والثوم اللي بيتحمروا مع بعض، وننزل عليهم بقى بدرق من الصلصة بالشكل ده كده. ونحط لهم بقى التوابل، عبارة عن شوية ملح، شوية كمون، وشوية كزبرة، ولو عايزة تحطي شوية شطة، وتحطي كمان معلقتين 3 من من الخل. ونبتدي بقى نسيبها تستوي، وبعد ما تتسبك بنحط لها بقى شوية مية ونخففها شوية، وبكده تبقى خلصت الصلصة بتاعت الكشري. هنعمل بقى الدقة، شوية دقة كده بعملها عبارة عن توم وشوية كمون وشوية ملح وشوية خل، واحط عليها شوية مية، وكده تبقى دي الدقة خلصت معانا. عندي هنا بقى الأكلة ما شاء الله جهزت زي ما انتم شايفين كده. يلا بينا بقى نسمي بسم الله، وكان الأذان هيدن. عملنا بقى عندنا عصير الجوافة كان ساقع، حطيته بقى في الكوبايات، ونبتدي نقدم الفطار بتاعنا. أسهل من كده مفيش. هيعترضوا؟ طيب أنا هعمل أكلة محدش هيعترض عليها. نسمي بسم الله، وربنا بيبارك في الحاجة. وكنت محمصة عيش، قطعته كده لمربعات وحمصته، وحطيت عليه بقى دلوقتي شوية ملح وشوية كمون وشوية كزبرة، وخلص بقى العيش معانا المحمص بأسهل طريقة. عايزة تحطيه في الفرن بدل ما تقليه في الزيت زي ما انت عايزة. وادي شوية الدقة، دقة التوم بالخل يعني والتوم، وادي صينية الكنافة اللي احنا عملناها مع بعض. ونبتدي بقى نقدم بقى الكشري بتاعنا. وسع وسع لعم الكشري. نجيب بقى الطباق بتاعة التقديم، ونبتدي نغرف بيها. أول حاجة جبتها هي المكرونة، أعمل طبقات بقى، طبقة من المكرونة، طبقة من الرز كده بالشكل ده. أكلة ما شاء الله في منتهى الجمال، وبجد اتنسفت الحمد لله. طبعا احنا عارفين الكشري المصري محدش بيعترض عليه. وادي الخلطة بتاعت الشعرية على الرز الأبيض على العدس الأصفر بالشكل ده. ونعمل كمان نجيب الصلصة. طبعا الحلة يعني مش مكفية ان هي تبان في التصوير. نبتدي بقى نحط الصلصة على حطيت صلصة للي عاوز، وصلصة على الطبق، واللي عايز كمية زيادة ياخد من الطبق. وادي العدس بجبة حطينا شويات. صلى على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وابقوا بقى اكتبوا لي قولوا لي انتوا بتفطروا ايه عشان ناخد الافكار من بعض. ما تنسوش، واعملوا لي بقى لايك حلو كده على الفيديو. وحطينا بقى البصل على وش الكشري. طبعا انا عندي الحمص الشام مش محبوب قوي، فانا بكتفي بالبصل المحمص اللي على وش الكشري. وخلصت اكلتنا النهارده، اكله سهله جدا باحلى صينيه كنافه اتعملت النهارده. طبعا تليق بقى جنب الكشري عشان احنا مش كناش عارفين هنعمل اكل ايه. وده عصير الجوافه اللي بلبن، والعيش بقى شويه العيش دول كانوا في منتهى الجمال بجد، كانوا حلوين جدا وكانوا عاجبيني خالص. ودي كانت أكلتنا النهاردة، أكلة سهلة جدا وبسيطة. وربنا بيبارك في الأشياء، ربنا يبارك لنا ويبارك لكم ويزود من أرزاقنا، اللهم أمين يا رب العالمين. بحق الشهر الفضيل يقبل منا صومنا وزكاتنا وعبادتنا، ويهدينا لطاعته، اللهم أمين، ويرزقنا ويشفي كل مريض، آمين يا رب. دي بقى كانت أكلة النهاردة. يا رب فطار النهاردة يكون عجبكم، واكتبوا لي وقولوا لي انتوا فطرتوا ايه النهاردة. مع ألف سلامة حبايب قلبي، ونتقابل إن شاء الله في فطار جاي جديد بإذن الله.